لكن الحاجات المهمة بقى اللي الناس بتيجي فيها في الجلسات وبيبكوا بدل الدموع دم، محدش بيركز فيها خالص. الشبكة والمهر والعفش والقايمة وابن مين وبنت مين وساكنين فين والفرح على مين وهيتقسم ازاي، خناقات وتركيز في النقط دي في بداية الجواز ايه. وعلى فكرة ما عنديش مشكلة ان هي تبقى من ضمن الحاجات اللي بنركز فيها وتبقى فيها اتفاقات، تمام. لكن الحاجات المهمة بقى اللي الناس بتيجي فيها في الجلسات وبيبكوا بدل الدموع دم، محدش بيركز فيها خالص، ألا وهي السلوكيات والأفعال والطباع يا جماعة. أكتر حاجات بتفرق بعد كده في العلاقة وفي الجواز وبيجي وراها مصايب ومحدش بيبقى مركز فيها خالص، هم دول، وسايبينهم ومركزين بقى ايه في الحاجات التانية تماما. نروح بقى ايه، نقوم متقدمنا قعدنا خلصنا الرسميات، الدنيا تمام، يلا نستعجل الجواز، ما احنا جاهزين، يلا الدنيا تمام، مش ناقصنا حاجة. لا قيمنا بقى لا سلوك ولا قيمنا بقى لا أفعال ولا قيمنا بقى لطباع، يا ترى الحاجات دي مناسبة عندنا من الطرف التاني ولا لأ. متعشمين خير بقى في شوية لحظات حلوة، وعلى فكرة بيبقى في شوية مؤشرات واضحة وغلط من البداية بنبقى شايفينها وبننفض لها وبنقول خلاص ايه بقى احنا هنتجوز وهتتلبى احتياجاتنا، ومش عارفين ان احنا اللي هنتلب في الآخر. فترة الخطوبة وفترة التعارف مش فترة لتأكيد الجواز، الفترة دي لتقييم هل هنكون مناسبين إن إحنا ناخد خطوة الجواز ولا لأ. مفيش مشكلة خالص إن إحنا نتفق على كل الرسميات اللي إحنا عايزين نتفق عليها، بس ما تنسوش الأهم، سلوكيات وأفعال وطباع الناس دي مناسبة لينا ولا مش مناسبة لينا.